السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وهنية بصحة جيدة ثم تشوفوا في هذا الفيديو. صباحكم الأنوار نبي. عندي 3 كيلات ممسوحين تاع فرينة، عندي نصف كيلة تاع زبدة توريق ذايبة وباردة، عندي ملعقة تاع ملون أبيض وملعقة فاني وما نساوش القصة تاع الملح. نخلطهم مليح وندير ديك زبدة التوريق اللي ذوبناها وراهي باردة، نبسس مليح العجينة، بسسها مليح بين يديا. ولما كي تبسس العجينة نجيب كيلة ما بين المازهر والماء ونبدأ ندير في الماء ونعجن فيها حتى تتلايم وتكون عجينة ما هي طرية بزاف ما هي يابسة، تكون عجينة متماسكة وفي نفس الوقت مليحة. بقالي غير ملعقتين من هذاك الماء والمازهر درتو كاع عجينة، شوف طرية ومتماسكة ما هي يابسة ما والو. نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها على جهة ونديرو الحشوة عندنا 3 كيلات تاع كاوكاو محمص رقيق، نطحنهم ونعاود نزيد معاهم نصف كيلة تاع نواة كوكو، نطحنهم نوزن 3 كيلات يكون رقيق، ونص كيلة تاع سكر ونعاود نطحنهم مع بعض. السكر عادي ماشي سكر كلاص، ونعاود نطحنهم مع بعض. نعاود نطحنهم ونديرهم الفاني وقشور الليمون وملعقة تاع زبدة كبيرة وندير ملعقة صغيرة تاع عطر اللوز ندير 2 ملاعق ثاني تاع مازهر، عندنا الفاني وقشور الليمون وملعقة كبيرة تاع زبدة. وعندنا 2 صفار مع بيضة، وحتى نكمل ندير 2 صفار وبيضة 2 صفار وبيضة كاملة حتى نكمل 2 ملاعق تاع مازهر. ندخل هذيك الزبدة والقشور تاع الليمون والفانيلا ونبدا ندير في البيض. راني دايره هنايا 4 صفار وزوج بيضات كاملين. دوك نبدا ندير ونخلط بالزوج 2 صفار وبيضة حتى نكمل تكون العجينة طرية. ديروها طرية تتلصق في اليدين خاطش من بعد راح تنشف، ديروها تتلصق. ديروها تتلصق خاطش من بعد تنشف لكم. ومن بعد نحل العجينة، تبغوا تحلوها بالحلال تبغوا تحلوها بالماشينة. انا حليتها غير بالحلال. القطر تاعو 9 ولا 90، تجي فيها 9 ولا تجي فيها 90. والحشو 40 غرام. هنا نشكل في الدزيريات، حليتها في القطر تاع قلت لكم تصيبوا ماركي فيها 9 ولا 90، هذاك هو 9 هو 90. وندير ندير بياض البيض في الوسط، وندير الحشوة اللي قلت لكم 40 غرام، ونبدا نشكل في الدزيريات بالكيغدون. طريقة سهلة جدا
بكيردون ونديروها على 6 ومن بعد على 8 ومن بعد نبداو نقرصو. دونك نعاود معاكم حبة. نديرو بياض البيض ونديرو الحشوة. الحشوة دائما تكونوا مغطينها خاش تنشف. نديرو الحشو في الوسط ونبدا نطلع بالكيردون، نطلع منا ونزيد منا ونزيد الكوتي الاخر. راه يلصق، راه فيه البياض بيض يلصق، ونزيد في الكوتي الاخر. درناها على 4. دوك نعاودو كل من هذيك 4 نديروها على 2 تولي عندنا 8. ومن بعد كل وحده ثاني نقسموها على 2 تولي كي نحسبهم يطيح عندنا 16. كل وحده نعاود ثاني. طريقة سهلة جدا وفي متناول الجميع. كل واحد يقدر يشكل تزيريات. وهنا نبدا نقرص بيدي. احنا صايد تشكلت عندنا تزيريات، نبدا نقرص فيها وندخلها للداخل، نقرص وندخل للداخل. طريقة سهلة جدا. هاي تشكلت عندنا تزيريات. ونحطها في السنيوة. يعني بكون واحدة على السريع. وندخلهم يطيبوا على 180 درجة. كي يطيبوا نثقبهم، يعني غير بشوية نثقب فيهم، يعني خايفة لا نكسرهم خاطر راهم خفاف. على هذا راني ندخل فيهم بشوية الكيردون خاطر راني خايفة لا يتكسروا. ونحطهم في العسل ونخليهم يتعسلوا. ندخل في الكيردون حتى للداخل باش يشرب العسل، ونخليهم يتعسلوا. ما تخافوش منهم. وكي يتعسلوا نقطرهم من العسل، نخليهم يتعسلوا مليح مليح، ما نقلاهمش في الفم. وهذو هما راهم واجدين معانا. شوفوا كي جاو، راهم شاربين العسل تاعهم، راهم معسلين حتى للقلب. شوفوا كي جاو دايرين معسلين. وهذو هما التزيريات. واللي مش مشارك في القناة اشتركوا ويفعل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.